صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زاد. فيديو التعليم حيكون مختلف نوعا ما، راح نتعرفوا على نوع من التراث اللامادي او التراث غير الملموس، التراث الجزائري. هذا التراث هذا هو عبارة عن فولكلور، يعني نوع من الفولكلور. ونسموه احنايا بالوعدة. هنايا نقوم مثلا سكان المدينة أو سكان الريف أو سكان منطقة يعني محددة، هكذا منطقة سكنية أو قرية، فيقوموا يعني بعد أخذ رخصة من السلطات المعنية، فيقوموا بهذا كنقولوا حنايا الصدقة الجماعية. مثلا يقوموا ببناء خيمات هكذا متوزعة على في ساحة هكذا، تكون ميدان واسع، فيقوموا يوزعوا على أطراف هذه الساحة خيمات هكذا متوزعة. يوزعوا أيضا مناطق أو لا نقاط هكذا يبيعوا فيها الحلويات، يبيعوا فيها هذه الحلويات اللي تكون خاصة لهذه المناسبة، يعني حلويات خاصة مثل ما مثلا حلويات النوغا أو حلويات الجوزية، أو يعني هذا النوع من الحلويات اللي تكون خاصة بهذا الفولكلور هذايا. هاد الخيمات هادو كل خيمة، وأيضا بالسكان أيضا المنطقة، يعني الناس في السكن تاعها، فيقوموا أولا بالتنقل لهاد الخيمات هادو إذا كانوا من منطقة بعيدة، يقوموا بالتنقل لهاد الخيمات، ينقلوا معاهم حوايجهم أو الأدوات تاع الطهي تاعهم، ويقوموا بطهي الكسكس أو طهي الشخشوخة أو طهي التريدة أو طهي الرقة، كلها من الأكلات القديمة جدا، من الأكلات يعني التقليدية اللي داخله في التراث الجزائري. فيقوموا بتوزيع هاد الاكلات هذه، يوزعوها يعني يوضعوها في الساحه هذه، واي واحد يكون عابر سبيل او يكون يعني محتاج او يكون فقراء او يكونوا، فيتمكنوا من يعني يتمكنوا من يعني يتناولوا هذا الغذاء هذا ويتناولوا هذا الفطور هذا. وهذا الفولكلور هذا ممكن انه يبقى يومين او 3 ايام، وكاين اللي عندنا حنايا يعني وعده بهذا الاسم هذا تكون على مستوى عالي او مستوى وطني، فممكن انها تستمر لمده اسبوع. يكون الغرض من هذه الصداقة هذا عادة تكون في فصل الخريف، بداية فصل الخريف. وعادة هذا الفولكلور هذا أو الفكرة هذه أو هذا التراث هذا نقوم به، أو هذه الصدقة هذه نقوم بها بغرض طلب الرزق الوفير في العام، المحصول الغذائي، المحصول الفلاحي، أيضا طلب الغيث، طلب السطر، طلب الصحة، طلب يعني كأنه نتقرب إلى الله بقرابين هكذا وبصدقات تكون متوزعة على عابري السبيل، على كل الناس اللي يكونوا في جميع النواحي نتاع هذيك القرية ونواحي هذيك الريف، نواحي هذيك المدينة، يتمكنوا من يعني شراء هذيك الحلويات. الأطفال اللي هكذا يقوموا باللعب مع بعض وكلش. ايضا من الاشياء الاساسيه في هذه الوعد اللي هي اللعب بالخيل، يجوا فرسان او خياله يكونوا متخصصين في هذا الشيء هذايا، ويقوموا بالصف بهذا الشكل هذا. انا هاي الصوره هي راح تكون واضحه وتكون مفسره. فهاد الخياله هادو راهم مرخصين بالاسلحه هاد تاعهم تاع الصيد، يعني اسلحه الفولكلور او البارود اللي احنا نسموه بهذه السميه هذه. فيتصدفوا بهذه الطريقه هذه فرسان رائعين جدا، يعني خياله يعني يرقص هكذا، يقوموا هكذا بحركات تخلي الخيل الأصيل هنا يبقى يرقص على أنغام الوعدة، وأيضا على أنغام الفولكلورية وعلى طلقات الرصاص. فشوفوا هنا كيفاش يتصدفوا بهذه الطريقة هذه. بعدها يقوموا في وسط الساحة اللي تكون خالية تماما، أكيد كاين الأمن، أكيد كاين حماية، أكيد كاين كما راكم تشوفوا يعني بنفس الصورة اللي كتشوفوا فيها. يعني نحاول أني ما نحكمش الناس. يجوا بهالطريقة هذه، كتشوفوا يجروا بعد يطلقوا البارود بطلقة واحدة أو في وقت واحد بدون ما يتأثر أحد، وبدون ما يعني طريقة فولكلورية رائعة جدا جدا جدا. أنا حبيت أني ننقل هذا التراث هذا، ننقل هذا الجانب هذا اللي نوضحوا فيه تراثنا، نوضحوا فيه تقاليدنا، يعني جانب مش متطرقين له بكثرة في اليوتيوب. حبيت أني نعرفكم
نعرفكم، نعرف الدول المجاورة لينا، نعرف الدول العربية ككل، متابعينا ككل بهذا الفولكلور الجزائري التقليدي. إن شاء الله يا ربي تكون صدقة مقبولة، ويكون يا ربي سنة خير علينا وعليكم، سواء في الصحة والغيث والرزق والبركة في كل نعم الله عز وجل. ونلتقى إن شاء الله في فيديو آخر.